هذا واحد سبحان الله له قصة عجيبة وفيها من العبرة والعظة، يعني نستفيد جميعا منها. هذا شاب نشأ في أحد البيوت ووصل عمر الزواج وتقدم ووفق له بوحدة ما شاء الله تبارك الله تناسبه، لا بطبعه ولا يعني متطلباته، وتم الزواج وبدأ بحياته زوجية يعني ما شاء الله حياة طيبة، ما عنده خلاف، متفاهمين، متناغمين بالطباع، هي عاقلة وهو حكيم، يعني ما شاء الله تبارك الله من توفيق الله في انسجام كبير. بعد مدة من يعني بعد الزواج بأشهر كان يحس بتعب ويحاول انه يعني يتجاوزه ويقول لعله تعب مؤقت او كذا من العوارض اللي تجي له، ويزوره مستوصف الا انه شوي زادت الحاله وبدا يتعب، والحت عليه زوجته الا انه يعني يشخص الوضع، فراح وحول من المستوصف للمستشفى، وبعد اجراءات التحاليل اشعروه انه احتمال انه قد يكون مرض ورم، وانه يحتاج الى يعني برنامج علاجي. فجاء زوجته، شبابه تو بادئ في حياته، جاء زوجته وقال له هذا ما حصل. طبعا هم يعني بعد ما اخبرها الطبيب انه الآثار الجانبية للمرض كذا كذا كذا، ومن ضمنه أنه احتمال الذرية قد تتأخر أو تنقطع بسبب بعض العلاجات وكذا. فهو جاء زوجته وقال له يا فلانة هذا ما حصل والحمد لله على قضاء الله وقدره، وأنت توك بادة بحياتك الزوجية، ما زلت أنت بنت وكلنا يتمناك، فأنا ما ودي أكون سبب يعني انك تدخلين معي معاناة جديدة، فالامر بين يديك، تبي تفارقين فبيض الله وجهك وعشرك طيبة وجزاك الله عن خير، وانا ما ودي ابدا في هذا الامر الا يعني مرتاح ضميري تجاهك. ردت عليه الزوجة قالت له هل انت طايب خاطرك من مالك رغبة فيه؟ قال والله أنت شوي مع عيوني، لكن أنا ما أبي أصير أناني، وأنا ما أدري يعني وش اللي يعني المستقبل، ما أدري وش اللي كاتبه الله، واللي كاتبه الله مقبول وراضين به إن شاء الله. قالت أما أنا فوالله ما عندي نية أو يخطر في بالي أن يفارقك. قال أجل يعني الله ييسر ويجعل إن شاء الله فيها خير، لكن قالت لي طلب عندك في العلاج. قال أمري. قالت أنا أعطيك رأيي والأمر بين يديك، يعني على قولتهم تبي تعمل السبب الحمد لله، هذا لا يتعارض مع الإيمان بالقدر. قال أمري. قالت أنا ودي تروح لمكة وتجلس في مكة، لعل الله يجعل إن شاء الله بجلسك ويعني شربك الزمزم وبعدك عن الناس خير. طبعا هو يشتغل بشغله يعني نوعا ما يرتبط فيها وظيفيا. اتفق هو زوجته على أنه يروح 6 أشهر في مكة لا يعلم فيه أحد إلا الله عز وجل، وإنهم ما يخبرون بهذا الأمر لا قريب ولا بعيد ولا صديق ولا أي حاجة، عشان يعني يسلموا من الكلام والتعاطف اللي بعض المرات قد يكون هو جزء من الوجع. والزوجة صابرة ومحتسبة، وقالت له توكل على الله، وممكن يأخر علاجك، وممكن يكون في تواصل في جدة لو اضطرت الحالة يعني وصلت المرحلة، وأرجوك أنك يكون هدفك من يوم تطلع من منطقتنا أنه يكون العلاج الحقيقي هو الالتجاء إلى الله عز وجل. أرجوك. طبعا ترى هذا الكلام يا جماعة كله من الزوجة للزوج،
الآن هي جالسة تشحنه. والرجل ما شاء الله طبعا هو يعني ليس من مثلا تقول العلماء ولا طلاب العلم، رجل عادي، لكن فيه من القيم العظيمة اللي توازن جبال، ووفق بإنسانة عظيمة. مشى الرجال واخذ له سكن قريب من الحرم، وجلس لا يخرج، شبه انه ما يخرج من الحرم، يشرب من زمزم ويقرأ قرآن، وإذا شاف واحد توسم به الخير قال انفث علي، وبينه وبين زوجته تواصل بالتلفون فقط، ووالدته ووالده كان يتواصل ولم يخبرهم، لكن كأنه رايح المكة، لأنه كان ما يبي لا أم ولا أبوه يشعرون بالألم، ويدخل يعني أنه يدخل الضيق على أنفسهم، وهم ما لهم حيلة. فجلس الشهر الأول والثاني يزداد معه الألم. وللمعلومية يوم الكشف وهم قايلين ان نسبة المرض واصلة إلى مرحلة شوي فيها قلق، وأنه يجب أنه يبدأ في مرحلة فيها إشعاع وفيها يعني متطلبات ما يخفى. المهم بدأ يتعب، وهو الرجل يعني مؤمن إيمان تام أنه يعني وده يجرب هذا الأمر ابتداءً. وكانت الزوجة يعني مباشرة له، كل ما يضعف تدفعه، كل ما يضعف تدفعه للالتجاء إلى الله، للدعاء، للقراءة، وأن الله عز وجل يكتب له الخير في الأمر. فجلس بعد 3 أشهر ازداد عليها الأمر، حتى بدأ يزحف للحرم، يتعب تعب شديد. ثم فكر أنه خلاص يبي يروح الجدة ويبدأ يعني بالسبب العلاج البشري، إلا أنه يعني الله عز وجل يسر أمره واستقوى بالله عز وجل، وأعانه الله على تحمل هذا الأمر. بعد الشهر الرابع بدأ الألم يتنقل بالجسم، وبدأ يأكل شوي، وبدأ يستاسع صدره، وبدأ يتواصل مع زوجته أكثر، وزارته زوجته بمكة وجلست معه فترة ثم رجع. بعد تقريبا ب5 شهور أو 6 شهور حس أنه في ألم بسيط، لكنه مو هو اللي مر عليه. فقال لعلي أزور المستشفى وأشوف. بعد يعني ما يقارب تقريبا 6 شهور أو 7 شهور رجع للرياض وزار المستشفى، وأخذوا له تحليل. فوقف الطبيب يعني منبهر، وقال يستحيل أنه صاحب هذا الملف هو أنت. الوضع فيه تغير غريب، يعني أنت تحتاج بس متابعة فقط، ولا تحتاج لا جلسات ولا حاجة. وحتى أنه كان الطبيب يقول له يعني أنت هل طلعت برا، هل استخدمت أدوية، وبلغه أنه ولله الحمد مجرد التجاء إلى الله وشرب زمزم. طبعا 90% من أكله وشربه زمزم، وزمزم لما شرب له. يقول وقال له الطبيب خلاص ملفك فقط المتابعة، اللي هم يعني متابعة إجرائية روتينية ما هن إلا العافية. رجع زوجته، خلف أبناء ولا عنده خلاف. أنا تفاجأت، صاحب القصة يوم قضى قال يا أبو عبد الله أنا صاحب القصة، بس أنا حبيت أشد المشاهد. يوم انتهى قلت أنا وشلونه؟ قال هو اللي يكلمك الآن. أبشرك إني طيب، وبشرك 90% من أقاربي ما دريوا، وبشرك إني لي الآن من الذرية ما بهم إلا العافية، وأنا صحتي طيب وأموري طيبة بالحي. بس حبيت إني أقول لك هذا الأمر. أنا بهالمناسبة يا جماعة أولا أقول لهذا الزوج هنيئا لك بهذه الزوجة، هنيئا لك بهذه الزوجة. هذه امرأة عظيمة، هذه مدرسة، هذه تدرس، هذه الحقيقة يعني نبراس لكثير من البنات يستقن. هو وفاء، هو صبر، هو تضحية، هو جمال أخلاق، هو روعة يعني حسن ظن بالله عز وجل. هذه المرأة أنا قلت أهنيك لهذه المرأة. وقال والله يا أبو عبد الله أنها تسوى ما عيوني. 2، أنا أقول لكل مريض
رسالة وأهمس في أذنه، رسالة لكل من يبتلى بمثل هذه الأمراض. أولا أحسن الظن بالله عز وجل، واعلم أن الآجال مقدرة وأن الأمراض مكتوبة، ليس للإنسان أي خيرة في هذا الأمر، وأن الله عز وجل أحسن الظن بالله عز وجل، فقد تكون لك منزلة في الجنة لن تبلغها بعمل كما ورد في الحديث، لن تبلغها إلا بهذا الابتلاء. وأحسن الظن بالله عز وجل واعمل السبب، لا يتنافى السبب لكن لا تتعلق بالأسباب. واعلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. واعلم أن الله عز وجل لا يريد لك إلا خير، وتوكل على الله وأحسن الظن. فالله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وأن البلاء موكل بالمنطق. والأعراب اللي زارها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الطهور لا بأس عليك، قال بل حمى تفور على شيخ كبير. فقال النبي إذن فنعم. قالوا في شراح الحديث فمات من صبيحتها. الإنسان يتفاءل وتوكل على الله عز وجل وأحسن الظن بالله. ثم الرسالة الثانية لكل من يزور المرضى، يا جماعة يا كرام، إن للزيارة آداب، تبتدئ بالاستئذان، وتذكر وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله عز وجل جعل أن التزكية لمن يقال له ارجع فيرجع. طقيت الباب، أرسلت رسالة، كلمته ما رد عليك، يا أخي المرضى لهم ظروف لا يعلم بها إلا الله عز وجل. بعض الناس لا طق الباب إلا يبي يدخل، ما تدري عن ظروف الناس، ما تدري عن أحوال المريض. المريض قد يكون توه قايم، أو يكون موعد علاجه، أو يكون متأذي، أو يكون أمورها الخاصة أنت ما تدري، أنت طيب جاي أنت بتطق الباب. أعرف رجل جاء من الجنوب بيزور مريض في الشرقية، يوم وصل غرفة المريض وطق الباب طلع له أخوه قال والله أنه تو معطينه مهديات ونايم، يبي له 6 ساعات. قال الحمد لله إن شاء الله وصلت ورجع. رجع للجنوب قال إن شاء الله أنها وصلت. هذا من أتى لأجل الله عز وجل. ثم إذا أذن لك ودخلت فأوصيك بثنتين: لا تطول ولا تفصل، لا تثقل ولا تفصل. يعني بمعنى تأدب بآداب الزيارة، ما يلزم أنك تطول. إذا كان الأكل الله عز وجل قال فإذا طعمتم فانتشروا، لا تطول عند المريض. كذلك ما تدري إيش ظروفه إلا غير مستأنس لحديث. إذا قال لك المريض اجلس وارتاح لك، ارتاح لك وطلبك أنك تجلس اجلس. ثم لا تفصل، وين المرض، وين راح المرض، وش سووا لك، وش إجراءاتك. يا أخي بعض التفاصيل ما له داعي. أنت اسأل. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول طهور لا بأس عليك، لا تطول الكلام مع المريض. ثم الأمر الأخير واللي أختم فيها: كل زائر لمريض أنت أحد أمرين، إما معزي أو مسلي. المعزي يدخل على مريض ثم من يوم يدخل كأنه جاي من كفن الموت، الله يعظم أجرك ويحسن لك الخاتم، وترى الدنيا ما تسوى، والله أنها الأمراض ثم يبدأ سلسلة يعني إحباط هذا المريض وكأنه قطع الأمل بالله عز وجل تماما. وبعض الناس إذا دخل يا هلا ما شاء الله وجهك منور، شر إن شاء الله يمر ولا يضر، وانت ماجور ومبرور، الناس تدعي لك وانت على خير وابشر بالخير، وانت إن شاء الله الناس تذكرك بالخير وابشر، والله حنا أملنا بالله عز وجل. يطلع هذا مسرور وهذا يطلع مكسور. ولذلك يجب يا جماعة كل هذه الآداب وغيرها يجب أنه لا تخفى علينا حتى تكون الزيارة بآدابها الإسلامية. ثم إذا خرجت فاحفظ ما وجدته من أسرار المريض، فكم من الأسرار قد تلاحظها على المريض لا يرضى بنشرها. زر وقدم الزيارة كما هي وتوكل على الله عز وجل، على الله عز وجل أن يكتب لك أجر الزيارة. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يشفي كل مرضى المسلمين وأن يأجرهم على ذلك. اللهم صل على محمد. الله على التطواف الجميل في موضوع زيارة المريض، وقبله في قصة اللي فيها اللجأ إلى الله عز وجل. طبعا